الله مكملين في الدورة الأولى معانا وهي نظام الحاسب الآلي. النهاردة إن شاء الله ناخد مقدمة سريعة في الإلكترونيات بتاعة الكمبيوتر بشكل عام، وبرضه هنعرف حاجة جديدة اسمها الدوائر المنطقية. في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المكونات الأساسية في الكمبيوتر، اتكلمنا إن احنا عندنا 5 أجزاء أساسية. الحاجات دي ثابتة من 1940، ولكن تم تطوير كل جزء منهم، ولكن كتواصل وتنفيذ للعمليات اللي بتتم على الكمبيوتر، فهي العناصر دي هي الأساسية علشان أي كمبيوتر يتبنى بشكل عام. فلو ركزنا بقى في كل عنصر منهم، هنلاقي ان هو اي كمبيوتر بشكل عام او اي جزء منهم بشكل عام، بنلاقي ان كل جزء منهم بيتكون من مكونات اصغر منه بيأدوا ادوار معينة داخل دايرة كهربية معينة علشان يقدروا ان هم ينفذوا العملية المطلوبة. مثلا في وحدة المعالجة المركزية هنلاقي موجود components او مكونات في الدايرة بتاعتها مختلفة عن اللي في الميموري، ومختلفة عن الاستورج او وسط التخزين، او في المدخلات والمخرجات كذلك. كل جزء منهم او كل عنصر منهم بيكون فيه عناصر او مكونات الكترونية بتساعد ان هو يؤدي الدور بتاعه. والمكونات دي بدورها بتكون متكونة بشكل اصغر كمان من سلوك كهربية بشكل بسيط جدا. فلو جينا بقى نشوف العنصر الأساسي اللي عندنا في الكمبيوتر، وهو وحدة المعالجة المركزية أو ال Central Processing Unit، هنلاقي إن هو بيتكون من حاجتين أساسيتين. أول حاجة الكنترول يونت. والكنترول يونت دي هي وحدة التحكم، وهي يعني هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، ولكن بشكل مجمل هي بتساعد في تنظيم العمل بتاع الأجزاء المختلفة من الكمبيوتر مع بعضها. تمام. وهنتعرف أكتر عليها فيما بعد. تاني عنصر موجود جوه وحدة المعالجة المركزية هي وحدة العمليات الحسابية والمنطقية. يعني لو جينا فكرنا بشكل عام اللي هو ازاي اي عملية بتتم عندي، سواء مثلا عملية حسابية، جمع مثلا او ضرب او قسمة، فكل دول علشان يتنفذوا على الكمبيوتر بيحتاجوا آلية معينة، او بيحتاجوا خطوات معينة علشان يتم تنفيذهم بشكل دقيق، او بشكل يديني نتيجة مظبوطة. فعلشان انفذ اي عملية من دول لازم ان انا الاقي طريقة ان انا اخزن الاطراف بتاعة العملية دي عندي على الكمبيوتر، وطريقة ان انا اعمل العملية دي. تمام. طيب، كلنا عارفين ان هو الكمبيوتر كل الاجزاء اللي فيه بتتكون من سلوك كهربية بشكل عام. حتى لو مكونات او اللي هي components داخلية جواها، المكونات دي بتتكون من سلوك وشوية عناصر كده معاه بس. فطيب انا ازاي ارجع، لو رجعنا للجزء ده، ازاي بقى ان انا امثل كل جزء من دول عندي في الكمبيوتر؟ ده بكل بساطة ان هو ان انا بستخدم كل سلك او كل مجموعة من السلوك دي بتكون لي مع بعضها زي طريقة للعد مختلفة عن الطريقة اللي احنا نعرفها. يعني في العادي احنا بنعد من 1 ل10، اللي هو 1 2 3 4 5 6 وهكذا. ولكن على الكمبيوتر علشان نقدر نخزن أرقام مختلفة مش قدامنا غير 0 و1. طيب ليه مش قدامنا غير 0 و1؟ لأن بكل بساطة هو الكمبيوتر متكون من مكونات، والمكونات دي متكونة من أسلاك. وفي أي سلك كهربي بيبقى معايا حالتين بس. الحالة الأولى إما إن السلك ده بيمر فيه تيار كهربي، أو ما بيمرش فيه تيار كهربي. فبالتالي لو ما بيمرش فيه تيار كهربي بيكون الحالة بتاعته 0، ولو بيمر فيه بيكون 1. فبالتالي مثلا لو أنا عايز أمثل رقم معين، ببدأ إن أنا بحوله لنظام العد بتاع الكمبيوتر ده اللي هو اسمه باينري، أو نظام العد الثنائي اللي هو بيتكون من 0 و1 بس، بحيث إن أنا أقدر أخزنه في الكمبيوتر. وبعد ما بخزنه ببدأ إن أنا برضو، لو رجعنا للجزء اللي قبل ده، إن هو أنا هخزن 100 على شكل مجموعة من الأسلاك ليها حالات مختلفة، وكذلك 27. فأنا كده عرفت إزاي أخزنهم عندي في الكمبيوتر. بعد كده بعمل ما بينهم عملية معينة علشان أقدر إن أنا أطلع بالنتيجة النهائية اللي أنا عايزها. العملية المعينة دي علشان بتتم إزاي؟ بتتم من خلال الدوائر المنطقية.
طيب ايه هي الدوائر المنطقية وازاي بتساعد في العمليات الحسابية واي عملية بتتم على الكمبيوتر؟ ان شاء الله ده هنعرفه في الفيديو الجاي. شكرا جدا لوقتكم. مكملين في العنصر الثاني وهو مقدمة عن الالكترونيات والدوائر المنطقية. شكرا جدا لوقتكم. مع السلامة.